السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة هنعمل معاكم فيديو رز بلبن بطريقة تحفة جدا، بقوام كريمي وطعم تحفة. معايا كوبايتين من الرز غسلاهم ونقعاهم حوالي نص ساعة، نزلت بيهم وعليهم 3 كوبايات من المية، وعليهم كوباية لبن كامل الدسم. هولع عليهم النار وهبتدي اقلبهم تقلبتين لحد ما يدخلوا معايا في الغليان. وبعد كده هغطي الحلة بحيث ان الرز يتشرب بقى السوائل اللي احنا ضفناها، المية واللبن. خلاص هو كده دخل معايا في الغليان، هغطيه حوالي 5 دقايق. وهبتدي بقى اكشف الغطا، هيبقى زي ما انتم شايفين كده حباية الرز هتنفش وهتكون استوى معايا تقريبا 90%. هبتدي بقى اضيف عليه اللبن، لبن كامل الدسم. يفضل يعني لو مضطرة تعملي اللبن اللي هو معلب مفيش فيها مشكلة، بس يعني يفضل اللبن يكون كامل الدسم. نزلت بحوالي لترين من اللبن. هبتدي بقى اقلبهم كويس جدا، وفي المرحلة ديت انا طبعا ايدي في اللبن على طول، لان اللبن في الرز، لان الرز فيه مادة نشا، فطبعا اكيد هتلزق يعني في الحلة، فاحنا نحافظ بقى ان احنا على طول نفضل مستمرين في التقليب. هقلبها كويس جدا. هنا خلاص الرز يعتبر استوى معايا 100%. كل اللي انا محتاجاه بقى دلوقتي ان الرز بتاعنا ينزل النشا اللي فيه كله في اللبن، وعشان يدينا القوام الكريمي اللي احنا عاوزينه. هنزل بثلاث اكياس من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة ضيفي نص معلقة. هنا بقى الرز بتاعنا خلاص بيغلي زي ما انتم شايفين كده، وابتدى ان هو يتقل معايا. ابتديت بقى ان انا اضيف السكر. انا هنا استخدمت السكر البودرة، كان عندي ومتوفر. فعادي ممكن تنزلي بسكر من الخشن عادي، بس انا كان عندي السكر متوفر سكر بودرة، ويفضل على فكرة يعني في الرز بلبن ان احنا نضيف السكر بودرة. هقلبه كويس جدا، ومعايا كمان كيس كريم شانتيه. ممكن تضيفي خام وممكن تضيفيه اللي هو الجاهز اللي انا ضفته دلوقتي. ما تخافيش خالص من اي تكتلات هتحصل في اللبن بسبب الكريم شانتيه، ان احنا نزلنا بيه على اللبن وهو سخن، او على الرز وهو سخن. فما تقلقيش خالص، بالمضرب هنفك كل التكتلات دي كلها، وهيبقى معايا قوامه 10/10. ما تقلقيش من اي حاجة. انا عملت الخطوة دي مخصوص قدامكم عشان محدش يقلق، يعني لو حصل اي تكتلات في الكريم شانتيه. بالمضرب وبنفك يعني، وبيبقى 10/10. طبعا كل الحاجات اللي احنا ضفناها دي مفيش غنى عنها. طبعا بتعزز طعم الرز بلبن بتاعنا، وبتخليه كده احلى من بتاع المحلات بكتير. هنا بقى معايا معلقة من النشا، معلقة كبيرة. دوبتها في نص كوباية مية ونزلت بيها بقى على الرز، وابتديت بقى ان انا اقلب كده كويس. وهنا كمان حبيت اعزز الطعم، وده طبعا اختياري، نزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة الفلاحي. ممكن لو عندك معلقتين من القشطة يكون افضل كمان، بيكون طعمها جميل جدا، بتعزز معاكي طعم الرز بلبن، بتخليه بقى في حتة تانية خالص. هقلبهم تقلبتين حلوين كده، مجرد ان الزبدة تسيح معايا هطفي النار. وبسم الله ما شاء الله الرز بلبن بتاعنا بقى جاهز، وبقى متفل و14. شايفين بقى القوام؟ تحفة. يلا بقى بينا نغرف الاطباق بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا ملكوش دعوة خالص باللحوسة والحاجات اللي اللي هتقع كده بره على الطبق. بعد ما اخلص غرف هبتدي بقى ان انا اظبط الاطباق بتاعتنا كده بالمنديل، وهمسحها واخليها 100 فل و14. شفتوا بقى بسم الله ما شاء الله الاتنين كيلو لبن عملوا لنا كمية رز بلبن تحفة. وكمان بقى مش زي بتاع المحلات اللي بيعملوه نصه مية ونصه لبن ومعظمه نشا والكلام ده كله، لا خالص، احنا عاملين رز بلبن بيتي كريمي، طعمه جميل جدا. وهنا بقى يا حبايبي هوريكم قاع الحلة عامل ازاي. ده نتيجة التقليب المستمر، ان انا طبعا كانت ايدي في الحلة على طول بقلب فيها. القاع بتاعها جميل، لا هو ملسوع ولا شايط ولا محروق ولا اي حاجة. تحفة. هنا بقى يا حبايبي عملنا كمية رز حلوة جدا جدا جدا، يعني عملت 15 طبق. طبعا في طبقين اول ما اتغرفوا طبعا الولاد كلوم، هما بيحبوا الرز بلبن وهو سخن يعني. وهنا ما شاء الله بوريكم القوام. شايفين بقى الرز بلبن عامل ازاي؟
يعني حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بنقول، ولا تقولوا لي بقى بتاع المحلات ولا الكلام الفاضي ده كله. ده معمول بالزبدة بلدي، واللي عنده قشطة يحط وضايفين له كمان كريم شانتيه، وما شاء الله يعني مظبطينه اخر تظبيط. فاكيد يعني طعمه تحفة، وريحته كمان تجنن. ريحته كانت قلب البيت. يلا بالهنا والشفا. وما تنسوش بقى تتابعوني على اليوتيوب مطبخ ام البنات واحمد، وعلى الفيس وصفات ام البنات واحمد. واشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك يا حلوين. مع السلامة.